السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنرى طريقة عمل السمن البلدي. طريقة اليوم ستمكنكم من صنع الزبدة أو السمن خلال أي وقت من العام من القشطة التي يمكن تجميعها من الحليب أو الموجودة في السوبر ماركت. سنصنع من القشطة زبدة طبيعية يمكننا استخدامها في الحلويات أو الطبخ بأنواعه، أو نحول الزبدة لسمن بلدي طبيعي. هنستخدم 1.5 كيلو قشطة بقرية باردة. هنضربها في العجان ونضيف رشة ملح. نضيف رشة ملح ثم نواصل خفق القشطة. فحالة عدم وجود عجان يمكن استخدام مضرب الكهرباء، ولكن سنقسم كمية القشطة على 3 مرات ليتم فصل الزبدة جيداً من الحليب مع الحفاظ على ماتور مضرب الكهرباء. نستمر في الخفق حتى تتكون الزبدة ويظهر شرش الحليب. بعد ظهور الزبدة كما ترون نقوم بتجميعها ونصنع كرات من الزبدة ونعصرها جيداً من شرش الحليب. نحتفظ بشرش الحليب لاستخدامه في المعجنات بأنواعها. فحالة الاكتفاء بصنع الزبدة يجب غسلها في ماء مثلج والاحتفاظ بها في الثلاجة أو الفريزر لصنع أشهى وأفضل الحلويات ووصفات الطهي. لعمل السمن البلدي نضع إناء نظيفاً على النار ونضيف كرات الزبدة، ثم نخفض النار لأقل درجة حرارة بعد ذوبان الزبدة. نستمر بتقليب الزبدة على نار هادئة لتجنب فورانها. يستغرق تحول الزبدة إلى سمن على النار أقل من نصف ساعة. عندما تتكون المورتا ويتحول لونها للبني الفاتح تكون السمنة جاهزة. نرفع الإناء بعيداً عن النار للحفاظ على لون السمن والمورتا. بعد أن تهدأ حرارة السمن نقوم بتعبئتها في برطمانات أو علب مناسبة. يفضل أن يكون لون السمن أفتح درجتين من هذا اللون. بعد أن تهدأ حرارة السمن نقوم بتعبئتها في برطمانات أو علب مناسبة. 1.5 كيلو من القشطة البقري أنتج 1 كيلو من السمن البقري. هذا هو شكل السمن والمورتا النهائي. أرجو أن تكون الوصفة أعجبتكم في انتظار آرائكم في التعليقات. انتظروا المزيد من الوصفات من مطبخ رز وشوربة. أراكم على خير بإذن الله.